السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. وقبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وعايزين منكم كومنت ولايك حلو وسبسكرايب. النهاردة هنعمل أحلى طاجن رز معمر بالحمام للناس المبتدئة اللي ما بدأت تتعلم، واحنا كمان بنتعلم مع بعض. أول حاجة نجيب حماية ونقطعها 4 ونسلقها كويس زي ما انتوا كده شايفين في الطاسة. هنكون طبعا منضفينها وسلقينها كويس. يا رب الطريقة بتاعتنا تكون سهلة وتعجبكم ان شاء الله. هنا هنجيب طاسة نظيفة، هنجيب مثلا بصلاية صغيرة خالص، بصلاية ناعمة مع معلقة زبدة، ونقلبها كويس نسيبها تدبل. وناخد الحمامة هنشوحها في البصل زي ما انتوا كده شايفين. شوحنا البصلاية مع الحمام. اول ما نلاقي البصلاية بتدبل معانا مش عايزة النار تبقى كتير قوي عليها عشان ما تتلسعش، انا عايزاها بس البصلاية تدبل، مش عايزاها ولا تحمر ولا تصفر، تبقى دبلانة بس. هنزل عليها باللبن بخيره او اي نوع لبن انت بتستعمليه. يا رب يكون الوصفة بتاعتنا سهلة عليكم. هننزل بقى ايه معانا ندوب بس اللبن، نخلي اللبن بس يغلي. وهنزل برز يكون مستوي عندك. هيبقى كده حطينا البصلاية وبعد كده الحمام شوحنا فيها وبعد كده اللبن، وهننزل برز مستوي عندك، رز ابيض. هنقلب الرز باللبن كويس عشان نشوف هيحتاج تاني لبن او اي حاجة. نجهز بقية الحاجة بتاعتنا. بص دي بقى حتة زبدة بلدي عشان يدي الطاجن بتاعنا كده في حتة حلوة قوي وطعم فلاحي. بس عايزين اللبن يستوي كويس، يغلي كويس مع الرز عشان تكون الرزاية مستوية حلو. هننزل بكريمة لباني، يبقى كده معانا لبن وكريمة وزبدة بلدي. هندوب كله مع بعضه طبعا بقى، والملح والفلفل الابيض والتوابل بتاعتنا، ملح ابيض واكيد فلفل ابيض برضو، وممكن نحط له سنة ماجي بودر. وكده هوت الطاجن بتاعنا سهل جدا، بس انا مبسطه لكم. بص القوام بتاعه بدأ يتقل معانا، هياخد غلوة على النار عشان يبقى سخن كويس جدا من كل حاجة. ويا رب ان شاء الله يكون عجبتكم الوصفة بتاعتنا النهاردة، وان شاء الله الايام الجاية هننزل مع بعض كل حاجة كده. بص هيديله غلوة كويسة، وهروح منزلة بقى ايه، مجهزة الطاجن بتاعي كده. الحمام بص سخن كله واستوى، والطاجن اهوت
هننزل عليه، ننزل بالحمام الاول من تحت، رصيناه كده، وبعد كده هننزل بالرز. القوام بتاعه بيكون مش خفيف قوي ولا تقيل جدا، القوام بتاعه بيكون كويس زي ما انتوا كده شايفين. هنجيب بقى حتة قشطة او زبدة وحتة زبدة بلدي وهنحطها من على الوش زي ما انتوا كده شايفين. هننزل بقى بالقشطة او بكريمة لباني، دي او دي، بس دي كريمة لباني عشان ما تبقاش دسمة قوي لان هو واخد زبدة. هندخله بقى الفرن او السلمندر لو عندك، وهيطلع معانا بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي. طعمه فعلا جميل جدا وهيعجبكم قوي. هنحط كمان اهي حتة زبدة بلدي من على الوش عشان يبقى ايه، كامل الدسم. يبقى حطينا كريمة لباني وحتة زبدة من على الوش. وادي الطاجن بتاعنا بعد ما طلع، بجد تحفة، ريحته جميلة قوي والطعم حكاية. جربوه، قولوا لي انتوا بتجربوه طعمه حلو، وتقولوا لي بتتابعوني من اي مكان. ويا رب يعجبكم الفيديوهات بتاعتي، ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وكومنت حلو منكم. السلام عليكم ورحمة الله.